بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن القديس ماري جرجس المزاح. قديس عظيم جدا وناس كتيره ما تعرفش قصه حياته، وساعات بيتلخبطوا بينه وبين ماري جرجس الروماني. احنا عندنا 3 شهداء باسم ماري جرجس. هو القديس ماري جرجس الروماني المشهور امير الشهداء واللي الناس كلها عارفاه، وقديسنا اللي هو قديس النهارده ماري جرجس المزاح. في قديس تاني باسم ماري جرجس هو ماري جرجس السكندري، وقريب هنزل لكم قصة حياته. تعالوا نعرف سيرة قديسنا النهارده ماري جرجس المزاح. قديسنا اتولد في مدينة طلخة، وكان عنده 6 اخوات، ولاد وبنت واحدة، وهو كان التالت. باباه كان اسمه جمعة العطوي، كان مسلم، ومامته كانت ست مسيحية أرملة واسمها مريم. أبوه اتجوزها بالعنف، كان غصب عنها وعن أهلها، وهي كانت من قرية اسمها الدروتين في مركز طلخة في الدقهلية. وفضلوا هو واخواته ماشيين على دين والدهم، بس في سنة من السنين لاحظ مزاحم ان مامته بتروح الكنيسة كل يوم حد، فحس ان هو نفسه يروح وراها ويشوفها هي بتعمل ايه. ولما رجعت من الكنيسة طلب منها ان هي تديله حتة من القربانة اللي كانت معاها، ولما داق القربانة حب طعمها جدا، وفضل متابع مامته في مروح الكنيسة. وبعدها حس ان بينه وبين نفسه خلاص نفسه يبقى مسيحي، وفضل مواظب على مروح الكنيسة على طول. وفي عيد الست العذراء راح للأنبا زخاريوس أسقف دمياط عشان كان نفسه يتعمد، بس الكهنة خافوا يعمدوه، فراح طلب منهم مزاحم ان هم يسيبوا مية المعمودية موجودة وما يصرفوهاش. وبعد ما الناس مشيت راح خلع هدومه وغطس في المية المعمودية 3 مرات باسم الثالوث القدوس، وحس ساعتها ان هو بقى خلاص مسيحي. وفي الوقت ده كان عمره 18 سنة. وبعدها راح اتجوز من بنت اسمها سيولا، كانت بنت الأب الكاهن القمص أبانوب، كان راح كنيسة بساط النصارى في مركز طلخة. ولما ربنا أراد أن يمتحنه في إيمانه وأن يعلن حبه للمسيح، سمح ربنا أن يقف قدام الحاكم، وسأله الحاكم: أنت مزاحم ابن العطوي؟ وليه سبت دين والدك وبقيت مسيحي؟ فرد عليه قديسنا وقال له: أيوة أنا مزاحم وبقيت مسيحي، أنا ما بقيتش حرامي ولا قاتل يعني، بس بقيت بعبد ربنا يسوع المسيح، وعشان كده سلموني ليك، فاللي انت عايز تعمله فيا اعمله، انا مش فارق معايا تهديداتك. ولما سمع الوالي الكلام ده غضب جدا، وراح امر في وقتها ان هم يجلدوه على الارض لحد لما يسيل دمه، وكمان امروا ان هم ينهبوا بيته وياخدوا كل حاجة فيه. وراح بعت الوالي 70 شخص عشان يعذبوه لحد شرمساح، دي منطقة جنب المنصورة، ويرموه في السجن من غير اكل ولا شرب لحد ما يموت، وبعدها يرموه في البحر. بس ربنا ما سابهوش ومخلوش يتحمل فوق طاقته، وهم في الطريق بيسحلوه ما وصلوش حتى لجسر مدينة دورتين. راحوا سمعوا صوت عالي بيصرخ في ودانهم بيقول: أيها الغلمان، ارجعوا بهذا الرجل إلى الأمير. وفعلا راحوا أخدوه ورجعوا بيه للوالي. ولما الوالي شافهم سألهم: انتوا رجعتوا تاني ليه؟ راحوا قالوا له: انت يا مولانا بعت ورانا حد وقلت لنا ارجعوا. فالوالي استغرب جدا وقال لهم: انا ما بعتش حد. وفي نفس اللحظة راح ظهر ملاك الرب، وكان جاي على هيئة حد من كبار المدينة، وطلب منه ان يعفي عن قديسنا. وفعلا خلصوه من بين ايدين الوالي. وبعدها جه راجل شرير اسمه حمدان، راح للوالي وقال له: انت ليه سبته وليه افرجت عنه بعد لما فضح ديننا وراح لدين تاني؟ انت المفروض يا اما ترجعه ديننا يا اما يموت. وفعلا بعدها الوالي بعت ناس تاني عشان يجيبوه يعذبوه، بس لما عرف ان هما جايين راح هرب قديسنا وما قدروش يمسكوه. بس للأسف اخدوا مراته وسحلوها على الارض وضربوها لحد لما سال دمها، ومحدش قدر يحوشها من بين ايديه. وبعد كام يوم رجع قديسنا لمدينة دورة القبلية، وكان متخفي عشان محدش يعرفه، وقابل مراته وفضل يشجعها عشان هي اتعذبت جدا بسببه. فسألها: لو انت حابة ان انت تمشي امشي وهتبقي في سلام. بس هي رفضت وقالت له: حي هو اسم الرب، انا عمري ما هفرقك ابدا طول حياتي حتى لو سفكوا دمي، مستعدة اتألم اكتر من كده على اسم المسيح. ولما قديسنا سمع الكلام ده منها قلبه اطمن وشكر ربنا جدا على قوة ايمانها، وقال لها: تقوي يا اختي بالرب، والله هيعطيكي اجرة تعبك. وبعدها سابها ومشي وراح نواحي القبلية عشان يدور على مكان آمن وياخدها معاه. بس عدو الخير مسكتش
فراح شيخ من البلد وقال إن مزاحم كان موجود، وراح لمراته وهي قعدت تقويه وتقوله إنه يفضل مسيحي وإنه ما يستسلمش أبدا ويفضل متمسك بالمسيح، وقالوا له إنه يروح على دير مقارة عشان يترهبن فيه. ولما سمعوا أهل البلد الكلام ده من الشيخ اتضايقوا جدا، وراحوا هاجوا على مرأة القديس للمرة التانية وأخدوها بعنف وضربوها ضرب جامد جدا، ومشوا بيها لدميرة عند الرداد عشان يقتلوها. بس ربنا اداها نعمة في عين الناس اللي بتعذبها، وبعت لها جماعة من المسيحيين خلصوها من ايديهم. ولما سمع القديس اللي حصل لمراته للمرة التانية رجع متخفي وأخدها وراح على مكان اسمه صفت القدور تبع مركز المحلة، وقعد هناك فترة كبيرة جدا، وكان بيشتغل في معصرة الزيت. وكان قديسنا مواظب على صلاته ليل ونهار، فطبعا الشيطان ما سابهوش. فبعت واحد من أهل نيكوا وكان عارف القديس معرفة شخصية وعارف قصته وقصة حياته، فراح حكى قصته في مكان شغله في معصرة الزيت. ولما الناس عرفوا قصته غضبوا جدا وصاروا عليه وهجموه أهل البلد، وراحوا جماعة من الناس وكان في ايديهم سكاكين وسيوف ومسكوا القديس من غير رحمة وربطوه من رقبته وقعدوا يضربوا فيه وسحلوه على الأرض، وبقوا يقولوا ان الراجل ده أهان ديننا. فراح جه واحد ضربه على دماغه وقع قديسنا على الأرض. ولما الخبر وصل المحلة عرف أبو البشير صاحب المعصرة ان في حد من عماله اتقتل، فراح بسرعة عشان يشوف هو مين، واخد معاه ناس اصحاب وجه لصفت القدورة، فلقى القديس ان هو حي ما ماتش. فراح خلصهم من ايديهم وقال لهم انا هاخده معايا الجامع يوم الجمعة الجاية عشان يصلي، ولو ما صلاش انا هحرقه حي. وقال لهم كده بس عشان يسيبوه. ولما سمعوا الكلام ده فعلا سابوه ومشوا. وساعتها ربنا ما سابش قديسنا مزاحم، وبعت له راجل مسيحي اسمه مقارة وقال له انت لازم تمشي من المنطقة دي عشان تفضل حي. وراح على مدينة طنطا وقعد فيها 3 سنين، وهناك جاله مرض صعب جدا، وفضلت مراته تقويه وتعزيه وتقوله كام مرة ربنا وقف معاك، اكيد مش هيسيبك دلوقتي. وهو ما كانش متضايق، بالعكس كان فرحان، وكان دايما بيفضل يسبح ربنا ليل ونهار. وكان قديسنا مزاحم عنده صاحب في المحلة اسمه تدرس، ولما حكاله القديس حكايته فرح بيه جدا، وراح خده وراح لكاهن اسمه أبامون. ولما عرف ان قديسنا تعبان راح رشمه بزيت الميرون باسم الثالوث القدوس، وكانت ساعتها ليلة عيد ماري جرجس الروماني، فساعتها راحوا طلعوا عليه اسم جرجس المزاحم. بعدها راح جرجس هو ومراته لمدينة بوساط عند بيت باباها، وكان بيخدم ربنا من كل قلبه، وكان بيكتر من أصوامه وصلواته، كمان كان بيعمل 500 مطانية في اليوم. فربنا فرح بيه جدا وأراد ان هو يستشهد على اسمه. وفي يوم هو قاعد بيفكر بينه وبين نفسه وبيقول انا قاعد مش بعمل حاجة والشيطان متسلط عليا، انا لازم اروح دير ابو مقار واترهبن هناك لحد ما اموت. ودايما كانت بتجيله الافكار دي في باله كتير، لحد لما عينه غفلت وشاف رؤية انه فوق في السماء، وانه شايف مجد ربنا، وانه قاعد على يمين المسيح، وسمع صوت بيقوله يا جرجس تقوى في الشهادة وطوبى لك لأنك استحققت أن تعد مع الشهداء القديسين وتنال الإكليل السماوي مع الأبرار، فلا تخف، فالتعب يسير والنعيم كثير ودائم. بعدها هجم عليه ناس في البيت بس ما لقوهوش، لقوا مراته فراحوا سألوها عنه وقالت لهم إنها متعرفش مكانه، فراحوا ضربوها وعذبوها وقعدوا يفتشوا في البيت لغاية ما لقيوا قديسنا وأخدوه من غير رحمة، وقعدوا يضربوا فيه وعذبوه بالأسلحة، وكان فيها سنون صعبة وبيضربوه بالعصيان لحد ما كسروا عظمه، وهو كان ساكت وصابر على كل العذاب ده، وما كانش بيفكر في حاجة غير ان هو يذكر اسم المسيح. وبعت الوالي ناس من عنده عشان ياخدوه ويجيبوه عنده، وراح فعلا عند الوالي وواقف قدامه وقال له أيها الجاهل، لماذا تركت عنك عبادة آبائك واتبعت النصارى المخالفين؟ وكان قاعد جنب الوالي راجل شرير مغربي، وراح قام وضرب القديس على بقه وقال له وحياة الوالي لو انت مشيت ورايا هديك قطاع الغربية كلها ليك انت لوحدك، وهتكون من جلساء الخليفة. فرد عليه قديسنا وقال له انت مسكين وبعيد عن ملكوت ربنا، ولو اديتني كل ما يملكه سيدك عشان اجحد اسم ربنا، انت عايزني اكون زي يهوذا الاسخريوطي الخائن؟ راح جه الراجل